تلعب من ذبيح بسرعة إلى مرزوقي. نصيف يرسل كرة أمامية، تشتيت، كرة عالية شاهدناها كثيرا في هذه المباراة. حابين لعب قصير وفنيات فوق أرضية الميدان من كلا الجانبين. كرة لعناصر المولودية، وصلت على الجهة اليسرى. هو لفرحاني أمام ميريلي، مر هو لفرحاني معتمدا على سرعته. التوزيع يستفيد من ركنية فعلا لمصلحة مولودية الجزائر، الأحسن نسبيا في هذا الشوط الثاني من زمن هذه المباراة. ركلة ركنية إذا لفائدة مولودية الجزائر مع حلول الدقيقة 67. العديد من الركنيات والعديد من المخالفات لم تشكل الخطورة. الرأسية خطيرة، في وقت كنت أتحدث عن كثير الكرات التي لم تشكل خطورة. المولودية ترد برأسية سجل ويهدي هذا الهدف لروحك الطيبة يا بلال. يعني الأولى في 5 مباريات الأخيرة لا غالب تقريبا ولا بنارة، عماد، طاهر، حمودي، بوشري، تارون، ضربة مزيان يتخلص من الأول والثاني وهناك خطأ. ها هي الكرة واللقطة والعرقلة من حميدي، كرة واللقطة والعرقلة من حميدي. طبعا كان ناوي على قطع مزيان. بغي أن تكون شاهدوا المتابعة دون ترويض، المتابعة بلقطة ولمسة واحدة. بالقاسمي يسجل في مرمى اليتيم، 1 مقابل لا شيء للاتحاد امام المولوديه بدايه من الدقيقه 40. ها هي بالقاسمي، بالقاسمي انتظر الوصيف بعد العمق، هيلب المحاوله ومزيان بسرعته من هناك غير مباشره لتومي سانغ، حاول البحث عن القائمه الثانيه. القائمه الثانيه، المتابعه مباشره بالراس بقوة، يسكن الكرة في الشباك في الزاوية أو في سقف مرمى الحارس لتيم. ليس بإمكانه أن يفعل أي شيء، ولكن تومي سانغ